الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، معاشر المسلمين، الحفاظ على الرعايا هو صمام الأمان لهذه البلاد ولأمن هذه البلاد ولحاضر هذه البلاد ولمستقبل هذه البلاد. إذا كل واحد منا حافظ على رعيته وأدى الأمانة فيها صلحت الأحوال وصلحت هذه البلاد. السؤال بين يدي الله عظيم، ثم بعد ذلك بعد هذا السؤال إما أن يكون الإنسان محسن فيكون له الإحسان من الله عز وجل، وإما أن يكون مسيئا فله العقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى. من أحسن فله الإحسان، فالله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور في يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر. مرتبة عظيمة لمن أدى الأمانة، لمن حافظ على الرعية، لمن عدل في الرعية، يكون في يوم القيامة على منابر من نور قريب من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أيها الأحبة في الله، الأمانة في هذه الرعايا تحتاج إلى إتقان، تحتاج إلى عمل جيد. لا يحاول الإنسان أنه يمرر الأمور، لا بد من الإتقان. فإما أن تكون أهلا لهذا العمل، وإما أن تترك هذا العمل. لا تحمل نفسك ما لا تحسن، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. بعض الناس يأخذ منصب هنا ومنصب هنا ومسؤولية هنا ومسؤولية هنا ثم يهمل الجميع. فإذا قيل له: ما لك يا عبد الله قصرت في الرعاية؟ يقول: الأعمال كثيرة، الحمل كبير. يا أخي، لماذا تحمل حمل أنت لا تستطيع عليه؟ الذي يستطيع يحمل 100 كيلو يحمل 100 كيلو، الذي يستطيع يحمل 50 كيلو يحمل 50 كيلو، الذي يستطيع يحمل 20 يحمل 20. الذي ما يستطيع يحمل أبدا لا يحمل. لا تحمل على قدرك. أما أن تتحمل الرعايا وتتحمل المسؤوليات وتتحمل الأمانات ثم تضيع الجميع، لا. خذ على قدرك، خذ على جهدك، خذ ما تحسنه، لا تتحمل أكثر، فلا عذر لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. ضع عنك يا عبد الله، دع عنك يا عبد الله الأعذار والمعاذير. هذه تعتذر بها عند الناس، هذه تغالط بها الناس، ولكن هل تغالط بها الله سبحانه وتعالى؟ لا تستطيع أن تغالط بها الله سبحانه وتعالى. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما فساد القوم يا أمير المؤمنين؟ ما فساد القوم، أي ما هو سبب فساد القوم؟ قال: فساد القوم في 3: وضع الصغير مكان الكبير، ووضع التابع مكان القائد، ووضع الجاهل مكان العالم. إذا يوضع الإنسان في غير محله وفي غير العمل الذي لا يحسنه فإنه يحصل فساد القوم ودمار القوم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا تبحث عن المخرج أمام الناس، وابحث عن المخرج أمام الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة في خلال 2 عام وقليل نشر العدل في البلاد وبين الرعية ووزع الأموال بين المسلمين. لا يجب الأموال له ولا يأخذ الأموال له، وإنما كان يوزعها بين المسلمين. فجاء إليه خزان بيت المال، قالوا: المال عندنا فائض. قال: اقضوا الديون عن الناس. قالوا: ما زال المال يفيض.
الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. فأتوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين أعطينا الكل. قال يعطوا الفقراء. قالوا لم يبق فقيرا يا أمير المؤمنين. الأموال أموال البلاد والمسلمين يوزعها على المسلمين. قالوا لم يبق فقيرا يا أمير المؤمنين. قال اشتروا الحب وانثروه على رؤوس الجبال حتى تأكل الطير. لا يأتي من يقول جاع الطير في عهد عمر بن عبد العزيز، جاع الطير في عهد عمر بن عبد العزيز. الآن ما يجوع الطير، يجوع الناس، يعذب الناس، يهان الناس، يشرد الناس، يستعبد الناس. هذه والله مصيبة عظيمة لا بد أن يحسبها الإنسان حسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا من أحسن، سيجد الإحسان أمامه في الدنيا ويجد الإحسان أمامه في الآخرة. الناس يسجلون تاريخك في ذلك العمل، في ذلك المنصب، في تلك القيادة، في تلك الوزارة. فإما أن يكون تاريخ أبيض ناصع شريف أمين، وإما أن يكون تاريخ أسود مظلم مليء مدنس بالظلم والمعاصي. أما أيها الإخوة، من فرط وضيع وأهمل الأمانة وفرط في الرعية فالعذاب بين يدي الله سبحانه وتعالى.